عن قصة حقيقية وقعت فصولها هنا في جنوب مملكتنا الحبيبة، حين ضرب القحط والمرض والوباء هذه الديار. يحكيها شاهد على العصر يعيش بيننا اليوم، شهد فصولها بنفسه وعاش آلامها بذاته. يقصها علينا رجل صالح من أسرة كريمة، وهو العم إبراهيم. يقول: كنت طفلا صغيرا حين نشب خلاف بين أمي وأبي. غادرت معه أمي بيتنا مصطحبة معها أخوي الصغيرين، وتركتني باعتباري أكبر منهما مع والدي. وتزوج أبي زوجة أخرى وأنجب منها طفلتين. وفي نحو سنة 1357 من الهجرة أجدبت ديارنا وشحت أرضنا، وانتشر الجوع والفاقة، وضاقت الأرض بما رحبت على أهلها، حتى أكلوا أوراق الشجر وجلود الحيوانات، حتى كان الرجل يبيع أرضه التي كانت أغلى من روحه من أجل وجبة عشاء يمنح بها نفسه وأهله فرصة أخرى قصيرة للحياة. حينها شعر والدي بأنه يمثل عبئا على والده جدي، وأنه لن يتمكن من الوفاء بحاجته وحاجة أطفاله، فقرر والدي الرحيل بنا، وخرج بنا حتى وصلنا إلى الشعف في النماص. فالتفت إلي والدي وطلب مني الرجوع لأبقى مع جدي وجدتي، فاستجبت له ورحل. ثم التفت يقول لي قبل الوداع: لعلنا لا نلتقي بعد هذا اللقاء أبدا يا بني، إنها رحلة إلى المجهول، سفر بلا وجهة ولا هدف سوى البحث عن لقمة تسد رمق الطفلتين وأمهما. وعدت مع جدي وازدادت الأمور سوءا، والجوع يخيم على المكان والزمان، والناس تفر من البلد بحثا عن الطعام وسد فاقة الجوع، ولم يبق إلا كبار السن وبعض الصغار. وحين خاف جدي علي أن أموت جوعا أشار علي أن ألحق بأمي وأخوي الصغيرين عند أهلها، فذهبت أمشي وأنا في حدود 12 من عمري، أمشي إلى أمي على بعد 30 كيلا إلى الشمال من النماص، وبقيت أمشي من الصباح حتى جاء المساء، ووصلت إليها ففرحت بي فرحا عظيما واستقبلتني، ورأيتها تبيع الحطب من أجل أن تسد رمق أخوي الصغيرين، فأضفت إليها عبئا جديدا. ولم يمر وقت طويل حتى شعرت بأنها عاجزة عن إطعامنا، وخافت أن يقتلنا الجوع، فقالت: انزل يا بني إلى تهامة لعلك تجد والدك أو تجد شيئا تأكله. وأرسلت معي أخي الذي يصغرني، وتركت أصغرنا معها، وصحبنا ابن خالتي الصغير أيضا معنا، ونزلنا ثلاثتنا إلى تهامة أقود رحلة الأطفال البؤساء هذه، حيث كنت أكبرهم، إلى تهامة حيث تنتشر الملاريا والوباء، والناس يموتون فرادا وجماعات من فتك الأمراض، ولكن لا خيار لنا، الموت جوعا أو وباء إنها خيارات متقاربة، لا بد من الركض إلى النهاية. مضينا حيث لا نعرف طريقا ولا وجهة، نقترب في المساء من البيوت لنؤنس وحشتنا ونأكل ما نجد في الطريق من شجر، حتى وصلنا إلى سوق الاثنين في المجادة، والناس يتبايعون الحبوب والتمر والزبيب، فنستبق إلى حبة سقطت هنا أو هناك، والناس لا يكترثون بمنظر الأطفال الجياع يبحثون عن الحبوب كالطير، وذلك لأن الفاقة تضرب الجميع والجوع كثيرون. تفرقنا في السوق، فلما جاء المساء لم أجد أخي ولا ابن خالتي، بحثت عنهما طوال الليل
فلم أجد أخي الصغير وعمره 8 سنوات إلا في الصباح فضربته بعنف لشدة خوفي عليه وألمي من فراقه ليلة كاملة، ثم ندمت ندما شديدا على ضربي إياه وهو الصغير الشريد الجائع، فكنت أحتضنه طوال الليل وأبكي ندما ورحمة به. ولم أجد ابن خالتي إلا في اليوم الثالث وجدت الصغير قد مات. نعم، مات الصغير من الجوع أو المرض لا أدري. حينها قررت العودة إلى أمي، وقد خسرنا في الرحلة ابن خالتي، وصعدت بأخي الصغير إلى أمي وأعلمتها بوفاة صاحبنا، فحزنوا إن كان بقي في قلوبهم حزن حينها، وبكوا إن بقيت لهم عيون يبكون بها. وما إن وصلت حتى ارتفعت حرارة أخي الذي كان يرافقني في الرحلة، لقد أصابته الملاريا هو الآخر. ظلت أمي وأنا نسهر معه طوال الليل، وكنت أضمه إلى صدري وأبكي. وحين بزغ الفجر أرادت أمي أن تذهب لتأتي بقربة ماء، فناداها أخي المحموم بصوت خافت: لا تذهبي، إنني سأموت الآن قبل أن تعودي بالقربة. وبالفعل مات أخي الصغير. شعرت أن أمي المسكينة لم يعد في قدرتها القيام بإطعامي مع أخي، فعدت إلى جدي في النماص لعل الأوضاع قد تحسنت هناك، فإذا هي قد ازدادت سوءا والجوع قد كلح بوجهه في كل الزوايا. فاقترح علي جدي أن أنزل من جديد إلى تهامة إلى والدي في القرية الفلانية. ذهبت أمشي 4 أيام في طريق المجهول، أقترب من المزارع آكل منها وأمضي. وفي ذات مرة اقتربت من بستان أقتات ما أستطيع منه، فإذا بي أرى أبي، فاحتضنني وبكيت بحرقة، وأعلمته بوفاة أخي، وأخبرني بوفاة زوجته، وجعل يخفف من حزني ويقول: سوف أعود فآخذ أمك وأخوك ونعود إلى النماص ويلتئم شملنا من جديد. فاجتاحني فرح أنساني كل أحزاني، وبشرت أختي الصغيرتين وضممتهما إلي وحدثتهما عن أحلامي وعودة أمي، وكانوا في حجرة صغيرة تحت صخرة في وادي تهامة. وقلت: سأذهب أجتني لكم النبق. وحين عدت بعد المغرب إذا أبي ينتفض من الحرارة، فجعلت أرش عليه الماء وأضع النبق في فمه لعله يأكل، لكن الأجل كان أسرع ومات أبي وحبات النبق في فمه لم يتمكن من بلعها، وماتت معه الفرحة بسرعة. وجاء الناس حولنا حينما سمعوا صراخي مع الصغيرتين، فدفنوا أبي ثم ذهبوا وتركونا في الغار وحدنا، أنا مع أختي الصغيرتين، إحداهما في 2 من عمرها والثانية في 4 من عمرها. وانضمت أجسادنا الصغيرة واجتمعت علينا الأحزان، وتجاوبنا الدموع تلك الليلة الموحشة، لنستيقظ في الصباح على فاجعة أخرى، على موت أختي ذات 4 سنوات، ولحقت بأبي، فدفنتها بجوار قبره، ورحلت بالطفلة الصغيرة ذات 2 عام أسير في حر الشمس حتى وصلت إلى قرية صغيرة. حينها رأتني عجوز، ورأت أختي على ظهري تصهرها الشمس، فقالت: يا ولدي، اترك هذه الضعيفة معي، قد قتلتها الشمس، واذهب لعلها تتعافى ثم تعود إليها أو تموت فتستريح. فتركتها عند العجوز وذهبت إلى جدي في النماص، وأعلمته بوفاة ولده وزوجته وأختي الصغيرة،
فبكاه جدي، بكاه بحرقة وظل يبكيه طويلا حتى فقد بصره. ثم عدت بعد أيام ألتمس أختي الصغيرة عند العجوز، فأخبرتني أنها ماتت بسرعة، أخبرتني أنها ماتت بسرعة بمجرد فراقي لها. واستمر الجوع فترة، ثم فرجها الله سبحانه، ونزلت الثلوج على البلد، وأغاث الله الخلق وكشف ما بهم. عباد الله، هذه ليست فصلا من رواية البؤساء ولا مقطعا من فيلم خيالي، إنها قصة إنسان على هذه الأرض قبل 70 سنة، قصة بقايا الآلام في وجوه الأحبة الذين ترونهم هنا يعيشون معنا في 80 و90 من أعمارهم. اقرأوا تلك القصص في وجوههم، دعوهم يتحدثون عن ندوب التاريخ في وجوههم وأكفهم وقلوبهم. حدثوا بها أطفالكم عن المآسي والآلام والأحزان والفاقة التي عاشها أجدادهم، لعل الأبناء يعرفون قدر هذه النعم، لعل الأبناء يعرفون قدر هذه النعم، لعل الأبناء يعرفون قدر هذه النعم التي نعيشها اليوم، ويحفظها من الزوال بشكر المنعم سبحانه وترك الإسراف والكبر، فإن الأيام دول. اللهم من يرى هذا المقطع ومن ساهم فيه ومن أعان على نشره، اللهم فاغفر له ذنوبه كبيرها وصغيرها، جلها